سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يتسلم أوراق اعتماد 19 سفيرا. جهود الدفع بالعملية التعليمية في إقليم شمال البحر الأحمر. برنامج إصحاح البيئة يحقق نتائج مرضية في نوفا. الصين واليابان تؤكدان مجددا العلاقات الاستراتيجية في محادثات نادرة. الاقتصاد الروسي يواصل النمو رغم العقوبات. وإيران تحرز تقدما في تخصيب اليورانيوم بحسب تقريران للوكالة الدولية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. استقبل فخامة الرئيس أفورقي بقاعة الدندن اليوم 19 سفيرا وتسلم أوراق اعتمادهم. وقد تسلم الرئيس السياس أفورقي أوراق اعتماد سفراء الاتحاد الأوروبي والهند وفرنسا والصومال وفنلندا وإسبانيا ومالي والأردن وأوغندا والنيجر والتشيك واليونان وملاوي وكوريا الجنوبية وجامايكا وسويسرا وأنغولا والنمسا والسويد. وأكد السفراء حصولهم في اللقاءات على أفكار مهمة واضحة من الرئيس السياس أفورقي تساعد في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، موضحين العمل للدفع بعلاقات التعاون مع إريتريا، مشيرين في الوقت ذاته إلى الدور البناء لإريتريا في المنطقة. وقال سفير الصومال السيد عمر إدريس لوكالة إرينا إن له كبير الشرف لتسليم أوراق اعتماده كأول سفير للصومال في إريتريا، وسيعمل جاهدا بالعمل الفعلي لعكس العلاقات التاريخية المتجذرة بين إريتريا والصومال في كل المجالات. وقالت سفير جامايكا التي سلمت أوراق اعتمادها كأول سفيرة لجامايكا في إريتريا جوان توماس إدواردو إن بلادها تعمل لتطوير العلاقات الكاريبية الإفريقية ضمن حركة دول جنوب الدائرة الجنوبية من العالم، ولديها الرغبة لتطوير العلاقات مع إريتريا. حضر اللقاءات وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح والمدير في مكتب الرئيس السيد أمين حسن. دعا مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر للدفع ببرامج البحث العملي لدورها الهام في إيجاد حلول لتحديات العملية التعليمية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد في مصوع في 16 من نوفمبر لتقييم أنشطة العام الدراسي 2022-2023 وصياغة الخطط المستقبلية. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم السيد أو الأستاذ رشيد محمد عثمان في كلمته الافتتاحية القيام بأعمال واسعة لضمان المشاركة المتساوية في التعليم، وضعا في الاعتبار للمدارس التي تستخدم جدول تعليمي خاص لبرنامج عريوت وتعليم الكبار وحياة الترحال. وقال إنه تم تنفيذ أعمال الصيانة للمدارس في بعض المناطق بالتنسيق مع شركاء العمل لجعل التعليم أكثر ملائمة. وقدم في الاجتماع تقريرا مصحوبا بالأرقام عن نتائج نسب النجاح في المراحل التعليمية الثلاث والامتحانات الوطنية. وبعد المناقشات قدم المشاركون اقتراحات وتوصيات بضرورة أن يكون التدريب مبنيا على الدراسات وحل مشكلة معلمي اللغة الأم عاجلا، وإعادة النظر في رواتب معلمي رياض الأطفال. وقال ممثل وزير التعليم السيد بطرس حيل مريم إن التحديات في قطاع التعليم بشكل عام كبيرة، وخاصة في إقليم شمال البحر الأحمر نتيجة الموقع الجغرافي غير الملائم والأحوال. ورغم ذلك يسجل تحسن في الانتشار المتوازن للمؤسسات التعليمية ومشاركة المرأة وغيرها. وشادت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة بالتعاون والتنسيق بين عمال المؤسسات الحكومية وقوات الدفاع ومشروع الدهلول لصيانة المدارس والمجالات الأخرى لمساعدة المعلمة التعليمية، داعية لتعزيز العلاقات الثلاثية بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب. أفاد التقييم الذي جرى في مدينة نوفا بأن أنشطة إصحاح البيئة تحقق نتائج مرضية.
وأوضح المدير الطبي لمستشفى ناف الدكتور منقست آب إمباية أن السيمينارات وأنشطة التوعية المنظمة ساهمت كثيرا في أنشطة التوعية المنظمة في مكافحة الأمراض، مشيرا إلى أهمية تأمين صحة مصادر المياه وإدارة النفايات وحفظ الأغذية. وذكر مسؤول الصحة العامة السيد ميكائيل جابرزغابير ضرورة البيئة الصحية لضمان صحة المجتمع، داعيا لتضافر جهود كافة قطاعات المجتمع لإنجاح مهام نظافة البيئة. ودعا مدير مديرية ناف السيد يعقوب إدريس في ختام الاجتماع إلى تواصل الجهود المنسقة للدفع بالنتائج المرضية التي تحققت حتى الآن. نظم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم جنوب البحر الأحمر دورات تأهيلية في العلوم الاجتماعية لمختلف المؤسسات في الفترة من 12 حتى من أكتوبر وحتى 9 من نوفمبر، وتركز التأهيل على أهمية الوعي السياسي وتقوية التنظيم وتاريخ الشعب الإريتري والميثاق الوطني والحرب النفسية ودور المرأة والشباب وبرامج التنمية والتصدي. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد رزنا أدوناي أن الوعي أساس تحقيق الأهداف. من جانبه أوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي أن شعار لتوعى وتنظم وتصلح الجماهير الذي ساهم في انتصار حزمة برامج التنمية والتصدي هو النهج الواضح للجبهة الشعبية. نواصل نشرتنا لكن بعد فاصل موسيقي قصير. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الياباني فيميو كيشيدا بمواصلة العلاقات متبادلة المنفعة في أول محادثات مباشرة بينهما منذ عام، في إشارة إلى أن أكبر اقتصادين في آسيا يتطلعان إلى إصلاح العلاقات المتوترة. وناقش الزعيمان أيضا الحظر الذي فرضته الصين على المأكولات البحرية اليابانية والقضية البارزة لرجل أعمال ياباني محتجز في الصين خلال محادثاتهما التي استمرت ساعة على هامش قمة أبيك في سان فرانسيسكو مساء الخميس. وقال شي لكيشيدا بينما كانا يجلسان مقابل بعضهما البعض على طاولة يحيط بهما وفودهما إنه يتعين على البلدين التركيز على المصالح المشتركة وإعادة التأكيد على علاقاتهما الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة وإعطائها معنى جديدا. وعلى هامش قمة أبيك التقى كيشيدا أيضا بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في اجتماعهما السابع هذا العام، ووعد الزعيمان بالدفع من أجل تعاون أعمق، وناقشا المخاوف المشتركة مثل التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية. واصل الاقتصاد الروسي تحقق نمو للربع الثاني على التوالي رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، وذلك وفقا لبيانات رسمية صدرت مؤخرا. وحسب وكالة الإحصاء الفيدرالية روستات الروسية، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث بعد ما سجل انكماشا في نفس الفترة من العام الماضي. وكان الاقتصاد الروسي قد انكمش عام 2022، لكنه عاد إلى النمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهيا سلسلة من 4 أرباع متتالية من الانكماش. وقال وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيندينكو الأسبوع الماضي إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3%. وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة، ومنذ ذلك الحين أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند. أظهر تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تملك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60% لصنع 3 قنابل نووية، وهذه النسبة قريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية وفق تعريف الوكالة التابعة للأمم المتحدة. كما بين التقريران أن إيران ما زالت تماطل الوكالة بشأن القضايا الرئيسية. وجاء في أحد التقريرين المقدمين إلى الدول الأعضاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 60% زاد 6.7 كيلوغرام منذ التقرير الأخير في 4 سبتمبر.
ولدى إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب لمستويات أقل لصنع المزيد من القنابل، لكنها تنفي السعي للحصول على مثل هذه الأسلحة. ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر منطقة مينداناو جنوب الفلبين، حسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي والمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض. وأضاف المركز الألماني أن الزلزال وقع قبالة ساحل مينداناو على عمق 10 كيلومترات. وقال مركز التحذير من موجات المد السونامي في منطقة المحيط الهادي إنه لا يتوقع حدوث سونامي، الأمر الذي أكده أيضا مركز المسح الجيولوجي الأمريكي. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقالت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أن الزلزال استمر عدة ثوان، ونصحت السكان بتوخي الحذر تحسبا لهزات ارتدادية وأضرار. وأضافت الوكالة أن الزلزال ألحق أضرارا بالغة في إقليمي ساراغاني وكوتاباتو في جنوب الفلبين، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو خسائر في الأرواح. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. فخامة الرئيس أفورقي يتسلم أوراق اعتماد 19 سفيرا. جهود الدفع بالعملية التعليمية في إقليم شمال البحر الأحمر. برنامج إصحاح البيئة يحقق نتائج مرضية في ناوفا. الصين واليابان تؤكدان مجددا العلاقات الاستراتيجية في محادثات نادرة. الاقتصاد الروسي يواصل النمو رغم العقوبات. وإيران تحرز تقدما في تخصيب اليورانيوم بحسب تقديرات الوكالة الدولية. هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة، وهذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.